جامعة بنها، كلية الزراعة بمشتهر، قسم المحاصيل. نبذة مختصرة عن الحياة العلمية والوظيفية للمرحوم الأستاذ الدكتور حسن رمضان أحمد الديبة، أستاذ المحاصيل بالكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم. في يوم الأربعاء الموافق 14 من سبتمبر 2022 ميلادية، 18 من صفر 1444، فقدت كلية الزراعة بمشتهر أستاذاً عزيزاً وعالماً كبيراً، وبوفاته فقدت مدرسة علم المحاصيل علماً من أعلامها ورمزاً من رموزها. فقد كان رحمه الله وفياً لأصدقائه، محباً لزملائه وتلاميذه بسعة صدره، وهو المرحوم الأستاذ الدكتور حسن رمضان أحمد الديبة، أستاذ المحاصيل بالكلية. توفي الفقيد عن عمر يناهز 75 عاماً، حيث ولد في 8 من شهر نوفمبر في محافظة الشرقية، وقضى هذا العمر في خدمة العلم وطلابه. لقد أسس وأقام الأستاذ الدكتور حسن رمضان أحمد الديبة مدرسة مميزة في مجال المحاصيل، واكبت أعرق المدارس المناظرة على المستوى العلمي، كما أن بصماته واضحة على هيكل وتكوين طلابه في الجامعات ومعاهد البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث، وذلك بالجهد الكبير والتميز الواضح في العمل وفي معاصرة التقدم العلمي الذي يذكر له مع طلابه في هذا المجال. فقد كان المرحوم الأستاذ الدكتور حسن رمضان أحمد الديبة صاحب دعوة، وكان من الداعين لها، وهي دعوة التقدم العلمي في المجالات الزراعية. وستظل بإذن الله أفكاره وقيمه العلمية والأدبية والاجتماعية قائمة عن طريق طلابه وتلاميذه ومحبيه. ولقد رأى زملاؤه وتلاميذه ومحبيه في مناسبة حفل تأبينه أن يصدروا هذا الفيلم تكريماً وتعظيماً له بعد وفاته. تحية من كل فكر صنعه، تحية من كل نبت زرعه، تحية من كل قيمة أرساها، تحية من كل لبنة بناها، تحية من كل طالب في كليته وفي كل مكان له تلميذ طالب علم فيه إلى الأستاذ الدكتور حسن رمضان أحمد الديبة، ونسأل له الدعاء والمغفرة بإذن الله. رثاء من أسرة قسم المحاصيل بالكلية. إلى من أحببناه في الله نقول: رحلت عنا، تلك مشيئة الله، ولا زلت دائما موجودا بيننا. يعز علينا فراقك، فكنت تملأ القسم نشاطا، وكنت رائدا لفرع من فروع علم المحاصيل، وكنت أمينا متفانيا في أداء عملك. جسدت بتصرفك أخلاقيات الأستاذ الجامعي بمعناها الواسع، فكنت أستاذا ومثالا يحتذى به، وكنت ناصرا للحق لا تخشى في ذلك لومة لائم. أعطيت الكثير وضحيت بالجهد والوقت في سبيل تلاميذك، وتركت مدرسة علمية ستسجل لك بالفخر ما قدمته للعلم، فجزاك الله خيرا. فانعم في جنة الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين إن شاء الله. جزاك ما قدمت وبذلت. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فجزاك الله عنا خير الجزاء، وستظل دائما بيننا وفي قلوبنا. رحمك الله رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناته،
وألهمنا جميعاً وأهلك الصبر والسلوان. عاش بيننا كريماً مكرماً، ورحل عن دنيانا عزيزاً مقدراً. كان لنا نعم الأخ والأب الكريم والصديق الوفي الأمين. احترمناه لخلقه وقدرناه لعلمه وعمله. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك، وألحقه بفضلك يا كريم بعبادك الصالحين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحياة العلمية. ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور حسن رمضان أحمد الديبة كان من أوائل الطلاب في الثانوية، واستحق شهادة الامتياز لأوائل الامتياز في المواد بالثانوية الزراعية، وتم تكريمه من قبل الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة آنذاك. بكالوريوس في العلوم الزراعية بتقدير جيد جداً عام 1968 ميلادية. ماجستير في العلوم الزراعية تخصص إنتاج محاصيل، كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1975 ميلادية. دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية محاصيل استوائية من ألمانيا الاتحادية عام 1981 ميلادية. الحياة الوظيفية. معيد بالمعهد العالي الزراعي بمشتهر اعتباراً من عام 1968 ميلادية، ثم مدرس مساعد بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بمشتهر اعتباراً من 1975 ميلادية، والترقي إلى مدرس بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بمشتهر اعتباراً من 1981 ميلادية، والترقي إلى أستاذ مساعد بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بمشتهر اعتباراً من 1985 ميلادية، ثم أستاذاً بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بمشتهر اعتباراً من 1989 ميلادية، وتم تعيين سيادته رئيساً لقسم المحاصيل حتى تاريخ الإحالة للمعاش اعتباراً من 2004 ميلادية، ثم أستاذ متفرغ بالقسم اعتباراً من 8 نوفمبر 2006 ميلادية. كان رحمه الله محباً للخير ومساهماً فيه. إنجازات الأستاذ الدكتور حسن رمضان أحمد الديبة: القيام بتدريس بعض المقررات الدراسية للمحاصيل بالقسم، سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا. أشرف وشارك في الإشراف على بعض طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. قام بإجراء العديد من الأبحاث العلمية التي نشرت في المجلات المتخصصة في مجال إنتاج المحاصيل، سواء منفرداً أو بالاشتراك مع الآخرين. الاشتراك في معظم مؤتمرات المحاصيل وعلوم النبات التي أقيمت بجمهورية مصر العربية أو خارجها، خاصة المؤتمرات التي أقيمت في ألمانيا. كما ساهم في الأنشطة الطلابية على مستوى القسم والكلية، والمشاركة في تحكيم أبحاث بعض المتقدمين للترقية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في كليات الزراعة المصرية، والمشاركة في لجان الامتحان التأهيلي لطلاب الدكتوراه بالقسم والأقسام الأخرى بالكلية. الرسائل العلمية التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور حسن رمضان: طلاب منحوا درجات علمية. أولاً، طلاب منحوا درجة الماجستير في العلوم الزراعية. ثانياً، طلاب منحوا درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية. وطلاب ما زالوا بالدراسة. وشارك الأستاذ الدكتور حسن رمضان أحمد الديبة ب42 بحثاً، سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.
وفي النهاية اللهم اغفر له واعفه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله. اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وأبدلها حسنات يا أرحم الراحمين. اللهم ادخله جنات الفردوس بدون حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والدعاء لجميع أموات المسلمين. اللهم إن الموتى نزلوا بك وأنت خير منزول به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم أفسح للموتى في قبورهم مد بصرهم وافرش قبورهم من فراش الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.